بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا مع حضراتكم في الاستثمار الرياضي. النهارده هنتكلم على قرار الاستثمار في المجال الرياضي. يعني انت تاخد قرار ان انت تستثمر في المجال الرياضي، على اي اساس هتتخذ القرار بالاستثمار في المجال الرياضي؟ استثمار يعني فلوس، يعني الغلط بفلوس، فهي ادب يعني. قرار الاستثمار هو قرار مهم جدا في حياة المنشأة الرياضية اذا كانت نادي او غيره. من غير الممكن ان انت تقدر ان انت تتراجع بعد ان انت تقول ان انا هستثمر وتبدأ في الانطلاق. اتحطت الفلوس في الارض خلاص انت مش عارف ترجع. ليه؟ لان الاستثمار هو تكسيب الاموال للمدى الطويل، 5 سنين فاكتر. انت قلت ان انا هستثمر 100 مليون جنيه في الاستثمار الرياضي وبدأت تحط، خلاص اللي حطيته هيضيع عليه. يعني زي ما انت تيجي تقول انا هبني بيت، وتيجي انت تبني البيت تقوم صارف على كل التجهيزات اللي هي قبل البيت، وتقوم جاي شغال لغاية الاساس وتقوم واقف. فانت فلوسك فين؟ زي ما بيقولوا فلوسك في الارض. يبقى دي كل دي خسارة فادحة، لان لغاية الان حتى انت ما طلعتش على وش الارض عشان تبيع لك دور ولا تبيع لك شقة ولا محل يجيب لك اي فلوس من الفلوس اللي انت حطيتها يعني. فاحنا بنقول قرار الاستثمار قرار مهم جدا، ويجب انه يتاخد بعناية وبعد دراسة مستفيضة، دراسة جدوى مستفيضة عن اللي انت هتعمله. ليه؟ عشان العوائد او المردود يجي لك في المستقبل. فهو قرار الاستثمار قرار استراتيجي، يعني قرار مردوده على مدى طويل بيجي، فبياخد الدراسة العميقة دي. طب نعمل ايه؟ نتكلم عن العلم. العلم بيقول ايه في الادارة؟ set objectives، حط اهداف. بعد كده planning، خطط. بعد كده organize، نظم. بعد كده follow، تابع وعدل. واخد بالك؟ دي اهم 3 حاجات في الادارة. ممكن بعد كده الناس اللي هتقوم بالشغل يبقى فيه cooperation، تعاون. الناس مختلفة يبقى فيه coordination، تنسيق. الناس دول بشر يبقى فيه motivation، تحفيز. كل ده عشان تقدر ان انت توصل للهدف بتاعك لو انت عايز تشتغل بشكل علمي. طبعا احنا بنشتغل هنا بشكل علمي، فهنقول اول نقطة set objectives، اللي هو حدد الاهداف الاستراتيجية للمنشأة الرياضية. يعني انت دلوقتي بعد قانون الاستثمار الرياضي اللي صدر من اسبوعين ده في مصر، يجي هنا مستثمر عربي او مصري او اجنبي لازم يحط الهدف بتاعه. هو جاي مصر ليه؟ او هيستثمر رياضيا في مصر ليه؟ يقوم يقول لك ايه؟ انا هعمل ممكن مثلا بيوتي سنتر. بيوتي سنتر النهارده بالمفهوم العام مش اللي هو بتاع الاكلادور والمونيكير والباديكير والكلام الفارغ ده، لا ده بالعكس. ده هو بيستثمر في البنية بتاع الفتنس او اللياقة البدنية اساسا. واخد بالك؟ يعني حاليا كلنا بنلجأ للتخسيس عشان في زيادة في الوزن. هو بيتكلم في الجزئية دي وانت طالع شغال. فيعمل ايه؟ يقول لك انا هعمل دلوقتي جيم على اعلى مستوى عالمي في كل التجهيزات. شوف الهدف ايه؟ بيوتي سنتر. البيوتي سنتر الاهداف المرحليه فيه ايه؟ او ايه بقى اللي انا هوصل للبيوتي سنتر ازاي؟ ان انا هعمل جيم على احدث مستوى عالمي. عشان يطلع ايه؟ عشان الناس تخش تلعب رياضه صح بمدربين صح على اجهزه صح، ثم تقدر ان هي تعمل الحميه او تخرج الطاقه اللي هتحرق معانا. صح كده؟ طيب في ناس مش هتقدر تعمل الكلام ده، وانا بشتغل في بيوتي سنتر او ما اعمل لهم ايه؟ هنلجأ للجراحة. يبقى انا هعمل الكلينيك او العيادة اللي هي هتخليني ان تيجي الناس الفات او التخينة ان انا ادخل اتدخل من غير رياضة. خلينا بلاش نقول جراحة، مش هنلجأ للرياضة وهنلجأ لوسائل تانية طبية اخسس الشخص ده للمستوى المطلوب عن طريق عمليات هي بتتعمل دلوقتي زي ما احنا بنقول بقى اللي هو بتاعت المعدة وغير المعدة والكلام ده كله. تمام؟ يبقى انا انشأت هنا في البيوتي سنتر حاجتين لغاية الان: الجيم على اعلى مستوى بالجاكوزي بالساونا باللي وعملت الكلينيك عشان تشتغل. طيب انا عملت الكلام ده، هل ده بس؟ لا، ده في كمان.
احنا ممكن ان احنا يجي لنا بقى في الشغل ده، انا حاطط الهدف ايه؟ بيوتي سنتر يعني فور وومن. طيب الوومن ده احنا واصلين لغايه فين؟ واصلين لغايه ايه؟ الستارز. الستارز دول اللي هم بقى عايزين يحافظوا على شكلهم وعلى وضعهم وعلى الرونق بتاعهم عشان هم يطلعوا على الشاشات، ودي شغلتهم زي ممثلين السينما مثلا، زي يسرا، الهام شاهين، الى اخره يعني. فانت هتشتغل معاهم على حسب الجيم بس وعلى حسب الكلينيك؟ لا، هي بعد كده اللي هو التجميل، اللي هو الاسم نفسه اللي محطوط ومن وراءه كل ده. فبتقوم حاطط كل الحاجات اللي هي بتاعت التجميل الخاصة بقى عشان تشتغل عليها، اللي هو اذا كانت مثلا الكوافير، اذا كان يعني ما شابه بقى. فاحنا بنشتغل على ايه؟ كومبليتلي بيوتي سنتر من جميع النواحي، واخد الهيجين اللي هي الصحة العامة، واخد الفتنس او اللياقة البدنية، واخد التجميل، يبقى ده البيوتي سنتر. فالكلام ده بيتكلف كام؟ انت في الاول لما اقول لك بيوتي سنتر بيجي دماغك فين؟ في اللي هو الحلاق اللي تحت البيت، اللي هو جنب السوق. لا، احنا بنتكلم على بيوتي سنتر النهارده ممكن يدخل الاستثمار فيه في اكتر من 100 مليون باللي انا بقوله ده، عشان تعمل جيم صح، بآلات صح، بكوادر بشرية صح متخصصة، عشان تعمل كلينيك صح، بأجهزة صح، بالكلام ده ما بتموتش الناس زي ما حصل بالنسبة للناس ماتت وهي بتعمل عمليات. كل ده بخبرات، بكفاءات، بناس بتيجي من بره بتشرف على الكلام ده كله. هتيجي تبص هتلاقيك انت مستثمر لك حوالي 70 80 100 مليون جنيه عشان تعمل البيوت سنتر. يبقى انت حطيت الهدف وعملت منه الاهداف المرحليه. تمام؟ عشان تحقق الاهداف دي الموضوع على المدى الطويل هتراعي شويه حاجات. هتراعي حاجه اسمها النمو، هتراعي حاجه اسمها الترشيد، هتراعي حاجه اسمها التحول. النمو يعني الرفع من قدره المنشاه باستمرار، دايما المنشاه ما بترجعش لورا. يعني انا دايما بحدث في المنشاه، احدث جهاز بجيبه بحطه عندي، تمام؟ اكفأ بشر بجيبها بتشتغل معايا. تقوم تعمل ايه؟ الساوند نس او السمعه كويسه بالنسبه للمنشاه، تقوم الناس تقبل اكتر، تاخد الثقه، تيجي زي مركز الدكتور حاتم نعمان، زي مركز الدكتور فلان الفلاني، زي ما كده بتيجي الثقه من ايه؟ من خلال العمل. وزي ما قلنا في قوانين التسويق بقى اللي هي الايه؟ اللي هو الدعايه المجانيه. الدعايه المجانيه بتجيلك منين؟ من العميل اللي جربك. انا انبسطت من المركز، خرجت قلت الله ده انا كنت داخل عندي 180 كيلو، خرجت عندي 20 كيلو، وشوف عملت فين؟ عملت عند الدكتور فلان الفلاني، او في الجيم بتاع الدكتور الفلاني الفلاني، او في البيوتي سنتر بتاعت مدام وهو كذلك. يبقى الرفع من قدرة المنشأة هو ده اللي هيدي لك النمو. تحديث المنتجات والخدمات المقدمة، وان انت تتماشى مع التطورات والزمن والتكنولوجيا، ده اللي هيخلي فيه نمو. كفاءة بشرية وعلم كل يوم، ده اللي هيخلي فيه نمو. النقطة اللي بعد كده قلنا اللي هي الترشيد. انت بتحدث وسائل الانتاج، بتحدث الهياكل اللي موجودة بشريا وآلات ومعدات، يعني سواء رأسماليا اللي هي الايه الأصول الرأسمالية أو الأصول البشرية أو الأصول المالية. أنت بتحدث من وسائل الإنتاج على طول. أنا بوسطها لك وسائل الإنتاج دي، بقول لك الحاجة القائم عليها المشروع، سواء عدة أو معدة أو سواء بشر، هتعمل لك الترشيد. نقوم نقدر نحط القرش في مكانه الصحيح. التحول المقصود به اللي هو الاتجاه نحو ان انت تستثمر في قطاع اكتر مردودية. ازاي؟ ان انت تتخلى على الاستثمارات اللي عامله لك مردود ضعيف. يعني انا دلوقتي فتحت البيوتي سنتر نفس المثل اللي عندنا، وجيت اشتغلت على 3 أو 4 أو 5 وحدات مقسمها له، هو في 5 سكاشن، وجيت ابص لقيت في سيكشن ضعيف جدا مفيش عليه اقبال، مش مطلوب. حاولت معاه مره واتنين ان انا انشطه، ان انا اعمل له بروموشن او ترويج، ان انا اغير، ان انا اشيل المدير واجيب مدير اكفأ، اللي لقيته. يبقى اذا هو مش مطلوب في الفتره الحاليه. يبقى اذا هو ايه؟ بالاس بي يو او الاستراتيجيك بزنس يونت، يبقى ده راجل او سيكشن قصدي مش مطلوبه. يبقى انا اكنسله واخد الفلوس استثمرها في اللي كسبان. يوم يطلع ده التحول اللي هو الاتجاه نحو الاستثمار
في قطاع اكثر مردودية. تمام كده؟ طيب احنا عايزين نجيب استثمارات. نجيب استثمارات منين؟ يعني نادي المنصورة بعد حل مجلس الإدارة السابق وبعد 20 23 25 سنة من اللي حاصل فيه، إدارة تكاد تكون إدارة متخلفة عن الركب تماما، مفيش أي شيء من العلم. فأنت بتمسك دلوقتي فالنهارده المهمة انتحارية. النادي مديون لمحمود شاقور 350,000 جنيه أكل بس، كباب وكفتة وممبار وكلاوي وحاجات زي كده. بقول لك في الخزنة 700 جنيه، مش عارف ما للضرايب ايه، واخد بالك؟ يبقى في التزامات رهيبة ومفيش فلوس. طيب اللي هيمسك يعمل ايه؟ بقول لك اما يستثمر، يعني جايز يعمل شركة نادي المنصورة للألعاب الرياضية مثلا. يبقى هو هيعمل ايه؟ هيبحث عن استثمارات. دي المرحلة دي بنسميها مرحلة تشكيل الاستثمار او الاستثمار. بتبدأ بانك تبحث عن الاستثمارات الضرورية اللي هتوصلك للهدف العام او الهدف الاسمى للنادي. النادي دلوقتي كان معرض لانه ينزل ويخرج من الممتاز ب، مش يطلع الممتاز الف تاني. يعني المفروض نادي المنصورة ده من اقوى 4 أو 5 اندية على مستوى مصر بدون مبالغة يعني. فاحنا النهارده كان معرض لانه ينزل من الممتاز ب. طب انت عايز ترجعه لمكانته الطبيعية، يبقى الهدف الاساسي وضع المنصورة او نادي المنصورة في المكان الطبيعي بتاعها. طب هنوضعها ازاي واحنا بنسأل الله حق النشوء؟ يبقى انت عايز تعمل 1 2 3. الواحد 2 3 بكام؟ قلنا اي حاجة بتتعمل في الدنيا، اي بيزنس بيتعمل في الدنيا، ماني ليبر تايم. طب الماني هنجيبه منين؟ والليبر هنجيبها منين؟ ونديلهم الوقت عشان يعملوا لنا الميكس ده ونوصل للهدف. صح كده؟ يبقى البحث عن الاستثمارات. بحث عن الاستثمارات، كل مستويات النادي في المنصورة المفروض ان هي تساهم في الكلام ده. مش على مستوى رئيس مجلس الإدارة او على مستوى مجلس الإدارة بس، لا، ده على مستوى مجلس الإدارة برئيسه، على مستوى الإدارة التنفيذية بمستويين. بعد كده تيجي عملية وصف المشروع الاستثماري. قلنا احنا هنعمل ايه؟ احنا هنعمل شركة المنصورة للاستثمار الرياضي. هنستثمر في ايه؟ نادي المنصورة كان معروف بيه يا جماعة ببيع اللعيبة. طب احنا نقنن الموضوع ده ونضمن ان احنا نعمل قطاع ناشئين على اعلى مستوى، نوصل للناشئ وللأهلية الغنية بالمواهب الفذة دي اللي ملت كل انحاء مصر وكل اندية مصر، وهنخرج ونعمل قطاع. القطاع ده هو اللي هناخد منه ال30 لعيب بتوعنا على اللي عندنا في الفريق الكبير عشان يطلعونا للدرجة الأولى الممتاز ونبقى في مكاننا الطبيعي، والباقي هنستثمر في البشر ده. تمام؟ طيب هتستثمر في ايه تاني؟ هستثمر في ان انا زي ما انا قلت ان انا هعمل بيوتي سنتر على اعلى مستوى عشان اجر على مستوى الدقهلية والمحافظات المجاورة اللي بيطلعوا مصر. طب احنا عايزين 100 مليون، انا لسه ضارب المثل، عايزين 100 مليون للبيوتي سنتر. هنجيب ال 100 مليون منين؟ تمام؟ طيب المشروع بيوتي سنتر اللي هنعمله والمشروع قطاع الناشئين. طيب اول حاجة في المشروع عشان يبقى ناجح ان انت تجمع معلومات صح عن المشروع وتعمل دراسة مشروع صح. يبقى انت هتقوم بمجموعة من البحوث والدراسات عشان تجمع المعلومات الضرورية سواء من داخل المشروع او من خارجه، وكنا اتكلمنا قبل كده في بحوث التسويق عن المواضيع دي. تمام؟ مين اللي هيقوم بالمهمة دي؟ اللي هيقوم بالمهمة دي الناس المتخصصين داخل المنشأة، او تستعين بشركة متخصصة خارجية. هيدرسوا المشروع الاستثمار الرياضي من جميع جوانبه، بشرية، ضريبية، تشريعية، تقنية، مالية، كل ده يدرس صح. فانت لازم تلجأ لبيت خبرة اللي هو مركز خبرة استشارية يقوم بالموضوع ده. ليه؟ لان مش نادي المنصورة، لا، ده النادي الاهلي اللي هو احسن نادي في الشرق الاوسط ما يقدرش ان هو يقوم بالوضع ده.
لان مفيش متخصصين في المجال الرياضي يقدر بالوضع ده. نقوم نجيب ايه؟ نجيب بيت الخبرة، واحنا نساعده بان كل كوادر النادي الاهلي تبقى تحت امره. كل الداتا او الفيدباك او الانفورميشن اللي المركز ده عايزه، مركز الخبره الاستشاريه عايزه، يكون موجود. طبعا في النادي الاهلي في تكنولوجيا، وكان الوزير العمري فاروق كان دخل في التكنولوجيا تماما وكمبيوترايزنج، فيدي لك معلومات زي الفل. اللي هيجي يبحث في نادي المنصوره يبقى يعني ايه؟ الله معه. ده على حسب قدره النادي وعلى حسب تصنيف النادي، ولكن المثل واحد اهو، المشروع واحد. هتيجي على الدراسه البشريه. الدراسه البشريه اللي هي ايه؟ احتياجات الموظفين، عايز قد ايه وعايز مستوى ايه. بنعمل حاجه اسمها الجوب ديسكريبشن، زي ما بنعين وبنقول الوظيفه دي عايزه 1 2 3 4. تمام. بعد كده الدراسه الضريبيه والدراسه التشريعيه. لازم ان انت تعرف اول حاجه بتعملها في دراسه جدوى اي مشروع الدراسه القانونيه ومعاها الدراسه الضريبيه. ليه؟ لان الدراسه القانونيه هتقول لك انت ينفع تعمل الموضوع ده ولا ما ينفعش تعمله. الدراسه الضريبيه هتقول لك والله الضرايب بتاعت الموضوع ده قد كده، خلي بالك انت كل ما تعمل الفعل ده وناجح هتدفع ضرايب قد كده. يعني انت هتعمل حفله، الحفله يا عم ضرايبها قد كده، ضريبه الملاهي، ضريب مش عارف ايه، يبقى انت عارف الوضع ده. تمام. يبقى اول دراسه الدراسه القانونيه التشريعيه والدراسه الضريبيه. والدراسه البشريه احنا اتكلمنا عليها. نتيجه الدراسه التقنيه والاقتصاديه اللي هي بقى بتتكلم على التكنولوجيا وبتتكلم على مختلف الحلول التكنولوجية للمشاكل المطروحة. هتحدد الاستثمارات الضرورية. انت هتحط كام؟ قلت مثلا احنا عايزين 100 مليون. طيب مدة حياة المشروع، قلنا احنا عايزين الفيلم ده في 5 سنين يكون المشروع ده جايب فلوس. طب المشروع الرياضي هيقعد قد ايه؟ هيقعد الى ما شاء الله. طول ما نادي المنصورة موجود او طول ما النادي الاهلي موجود فهو موجود. يعني انا بأسس المباني بتاعته زي اي مباني في مصر. احنا هنموت ونسيبها وغيرنا هيموت ويسيبها، والمشروع ماشي ويجي اللي بعد يطور منه. يبقى مدة حياة المشروع مفتوحة. اجال الاستلام والبناء، انا دلوقتي لو بدأت النهاردة في فرع النادي الاهلي الشيخ زايد، استلمه امتى؟ قالوا هتستلمه كمان 1.5 او 2 سنين. يبقى دي الاجل بتاع الاستلام والبناء. تكلفة الاستغلال يبقى بكام؟ انا هعمل استاد النادي الاهلي في حي الشيخ زايد بكام؟ قالوا ب 800 مليون، ب 1000 مليون، ب 500 مليون. يبقى انا عرفت راسي من رجليا، ويبقى مجلس اداره النادي الاهلي عمل اللي عليه صح. المرحله دي ما بتراعيش الجانب التمويلي للمشاريع الرياضيه، لكن بتخليك تقتني مسبقا المشروع. يعني انا ما يهمنيش الا ان انا دلوقتي المشروع يبقى في ايدي وعارف انا هعمل عشان ابدا اشتغل فيه. مش مهم انا بقى التمويل دلوقتي، التمويل هيجي في المرحله اللي بعد كده. تيجي الدراسه الماليه. الدراسه الماليه احنا مش عايزين نقول انت هتشتغل محاسبيا ازاي او الاساليب والتقنيات الماليه اللي هتشتغل عليها ازاي، اذا كانت كمبيوتر، اذا كان لابتوب، اذا كان، مش دي القضيه. انما احنا عايزين نوضح من الدراسه الماليه المراحل اللي هتمر بها المنشاه في دراسه الاستثمار من الجانب المالي. يعني انا بقول البيوت سنتر هياخد مني 100 مليون، المراحل اللي هتمر بها صرف ال 100 مليون لغايه لما اوقف البيوت سنتر ده على رجليه ازاي. فاحنا هنشوف مرحلتين. الاول اختيار نمط تمويل الاستثمار الرياضي المناسب لاستراتيجيه الماليه للنادي الرياضي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني باختصار انا دلوقتي هجيب الفلوس دي منين، والنادي هيقدر يدفع ولا لا؟ هل في تمويل ذاتي؟ يعني هل في خزينه النادي في فلوس؟ احنا عايزين 100 مليون زي ما قلنا. طيب في خزينه النادي الاهلي قد ايه؟ 50 مليون. طب وال 50 مليون التانية نجيبها ازاي؟ نفكر. بالقروض، بتبرعات رجال الاعمال، بتبرعات محب النادي، بان احنا نعمل اي اكتف او نشاط يجيب لنا فلوس. كل ده ان احنا يبقى ده اختيار نمط تمويل الاستثمار الرياضي المناسب.
يبقى متناسب مع فكر النادي، مع استراتيجية النادي، مع القدرة المالية للنادي على السداد. فلازم انت هتبين ايه بقى؟ هتبين موارد التمويل، هتبين معدل الفايدة في السوق المالية، هتبين التمويل بالاقتراض او بالاموال الخاصة، هتبين قدرة المنشأة على السداد زي ما قلنا. دول الاربع حاجات او الخمس حاجات اللي هي بتنتهي بايه؟ بعد ما تعمل كل ده هيجيب لك مردود استثماري كام؟ يعني الفايدة من كل اللي انت بتعمله ايه؟ تمام؟ طيب اتخاذ القرار الاستثماري في النادي الرياضي او في المنشأة الرياضية، عشان تاخد بقى القرار النهائي، احنا عملنا دراسات اهو، عشان تاخد قرار الاستثمار النهائي ايه المطلوب منك؟ لازم ان انت تتأكد من انك وقفت بصدق وبصراحة وبوضوح على مجموعة من الأسئلة انت بتجاوب عليها بشفافية. مردود المشروع ده مقارنة بالأهداف اللي انت حاططها قد ايه؟ ده لازم تعرفه. يعني انا لما اعمل بيوتي سنتر ده هيجيب لي قد ايه فلوس، وهيعمل لي قد ايه سمعة كنادي اهلي، وهيرفع من شأني ازاي، والمترددين عليا وشعبية النادي. كل ده لازم ان انت يبقى عندك اجابة شافية وافية صريحة، او تكاد تكون هي بنسبة 98%. هترد على المخاطر المتعلقة بالمشروع. انت ايه اللي هيواجهك من مخاطر وانت بتعمل مشروع البيوتي سنتر؟ تمام؟ طيب علاقة الاستثمار ده بالنشاطات الموجودة. انا بعمل بيوتي سنتر في النادي الاهلي او في نادي المنصورة، هل هيخدم بقية الانشطة اللي موجودة داخل النادي الاهلي او نادي المنصورة ولا لا؟ يبقى ده علاقة الاستثمار او علاقة المشروع الاستثماري بالانشطة الموجودة اوريدي. بعد كده الجانب الانساني والاجتماعي للمشروع. انا دلوقتي ايه اللي افدت المجتمع بيه من خلال ده؟ يا افدت افادة كبيرة. انت حليت مشاكل انسانية عويصة، حليت مشاكل طبية كبيرة، حليت مشاكل رياضية كتير، حليت مشاكل اجتماعية كتيرة بالبيوتي سنتر اللي احنا قلنا عليه. صح كده ولا غلط؟ يبقى دي الحاجات اللي انت يجب ان انت تبص عليها وتشوفها او بتراعيها اما تيجي تاخد قرار الاستثمار النهائي. انا بلخصه لك اهو بان انت المرحلة الاولى بتاعة اتخاذ قرار الاستثمار او ان انت تعمل مشروع استثماري، في مرحلة اولى، في مرحلة تانية في اتخاذ القرار. المرحلة الاولى اللي هي الدراسة التقنية الاقتصادية، بتحدد فيها مبلغ الاستثمار زي ما قلنا 100 مليون، بتحدد طاقة التمويل الذاتي الناتجة عن الاستثمار، بتحدد مدة الحياة الاقتصادية للمشروع. وده احنا شرحنا كل ده بس انا بلخص لك. يقوم يدي لك المردود الاقتصادي للمشروع في النهاية. لقيت ده تمام، يبقى نسأل سؤال: هل يستجيب المشروع للمعايير الاقتصادية للمؤسسة او للنادي الرياضي؟ اذا كان هنكمل، اذا كان لا يبقى احنا نقف هنا ما نكملش. شوف بقى كده، نقف هنا ما نكملش ونقول ان المشروع غير مقبول او يجب ان احنا نتم مراجعة المعايير اللي اتحطت عليه. لان مثلا 100 مليون كتير، لانه هيفشل، لان الستات مش هتيجي كده لاي سبب، وندرس تاني من جديد من اول وجديد. يستجيب المشروع للمعايير الاقتصادية للمؤسسة، يبقى نقول نعم، يبقى نتنقل على المرحلة الثانية. المرحلة الثانية اللي هي الدراسة المالية بقى. الدراسة المالية اللي هي ال 100 مليون. نيجي نشوف اختيار نمط التمويل للمشروع الاستثماري ازاي. قلنا ان النادي الاهلي فيه 50 مليون وهو عايز 100 مليون. ال 50 مليون الثانية هيجيبها ازاي؟ بالاقتراض من البنوك. طب بسعر فايدة كام؟ من خلال محب النادي زي ياسين منصور والناس اللي كانت بتعمل مرتبات جوزيه وغيرها. ماشي، يبقى جزاهم الله خير. هناخدها من تبرعات النادي ولا نعمل اشتراكات زي ما عمل في الشيخ زايد؟ الشيخ زايد اعلنوا عن فتح باب الاشتراك والعضوية بتاع الشيخ زايد وقال لك هي محددة ب 180,000. ال 180,000 جه مش عارف باين 60,000 لمت فلوس المشروع و100. فانت لازم تعرف نمط تمويل المشروع الاستثماري منين، والمردود المالي زي ما قلنا هيرد عليك ازاي بالنسبه للنادي الاهلي. لان احنا بنتكلم دلوقتي في احتراف او بروفيشن بعد القانون اللي صدر من 15 يوم.
تخطيط التمويل يبقى ازاي؟ يبقى انت هتخطط، بقول لك انت هتجيب ال 50 مليون اكتفاء ذاتي من النادي الاهلي، من خزانه النادي الاهلي. طيب هنطلعهم، هنكلم المدير المالي بتاع النادي الاهلي، يا عم جهز لي ال 50 مليون وشوف تبقى جاهزه عشان المقاولين هتبدا تحط الاساس، عايز 13 مليون لكذا وعايز 20 كده. وال 50 مليون الثانيه احنا عرفنا منين ونجيبهم امتى وقبل ايه، بحيث ان انا قبل ما ابدا زي ما قلنا يبقى انا راسي على ال 100 مليون متاكد ان هم في جيبي كانهم في جيبي، زي الشيك القابل للدفع كده. يبقى هنوصل للسؤال، هل يمكن الاستثمار؟ نقول نكمل وناخد القرار النهائي بالاستثمار والمقاول يشتغل. لا، يبقى رفض تام لكل اللي حصل ونبدأ نراجع من اول وجديد. ده انت تاخد قرار الاستثمار عموما وقرار الاستثمار الرياضي خصوصا بالطريقة اللي انا اتكلمت عليها. نشوفكم ان شاء الله في لقاء اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.